دول البرومتنج بتاعهم مختلف، ما بتكلمهمش بنفس الطريقه. ليه؟ لانه انت عايزه يفكر، فانت مش عايز تقول له يعمل ايه. هنا بقى بص للموضوع من ناحيه مختلفه، انت جايب واحد اكسبرت في مجال مثلا، فانت عايز تقول له اهدافك. والله يا جماعه انا جايب جروث ماركتنج مانجر محترم، فهقول له والله انا عايز احقق مثلا جروث 30% مانث اوفر مانث الفتره الجايه، عايز احقق نمو بالشكل الفلاني، وده الوضع بتاعي ودي ظروفي، فكر بقى. فهنا مش انستراكشن بيزد، ما بتقولوش زي المودلز العاديه، ما تروحش تقول له لا انا عايزك تمشي على خطوه 1 2 3 4، انا عايزك تمشي بالخطوات دي. لا، هنا بتعمل حاجه مختلفه، بتقول له الجول، بتقول له هدفك انا عايز اوصل لكذا، بتقول له الاوتبوت فورمات او الريتيرن فورمات، انا عايزك تطلع لي ايه في الاخر، عايزك تطلع لي ريبورت بيشرح لي حل المشكله الفلانيه. وورنينجز اللي هي زي ناروينج في رايزن، اللي هي الحاجات اللي ما تعملهاش. وبعدين في حاجه بنسميها الكونتكست دامب او السياق، اللي هي ليتس سي ان انا بشرح له مشكله في البيزنس عندي، انا عايزك والله انا يا جماعه عندي برودكت اسمه وايلد واليوزرز اللي عليه مش كفايه، فانا عايزك تساعدني ان انا اطلع جروث تاكتكس للبرودكت بتاعي. عايزك ترجع لي ده في شكل ريبورت متقسم لاربع قطع. القطعه الاولى بتقول مثلا بتديني تكتيك، القطعه الثانيه بتشرح التكتيك ده بيشتغل ازاي، القطعه الثالثه بتقول لي دوت هتوقع منه ايه. الورنينجز انا عايزك مثلا تاخد بالك انك ما تجيبليش افكار مستهلكه وقديمه، واحنا في 2025 عايز افكار حديثه تكون زيرو بادجت عشان انا ما عنديش بادجت مثلا. كنت لسه هقول الجزئيه دي، احد الورنينجز ممكن تكون الليميتيشن. يعني انا في حاجه عملتها ان طلبت منه استراتيجيات وقلت له الليميتيشن بتاعت التيم عندي، انا التيم عندي صغير جدا، ما عنديش غير 2 مثلا، واحد بيعمل كذا واحد بيعمل كذا، والريسورسز بتاعتي ماديا ليميتد بحاجات معينه بالشكل ده. طلع لي بقى كل الاستراتيجيات اللي انت شايفها مناسبه بناء على كل ده. وهاجي بقى في الكونتكست او في السياق اقول له ايه، والله انا الشركه البرودكت بتاعي اسمه وايلد، الفانكشنز بتاعته 1 2 3 4، الشركه اسمها كذا، احنا انا السي اي او، دي القدرات بتاعتي، دي الحاجات اللي احنا نقدر نعملها، التيم بتاعي فيه 3 اشخاص. بالظبط، كانه استشاري. حلوه، كانه استشاري بالظبط. فانا اديته اهدافي، عايزه يقول لي ايه السياق، الحاجات اللي ما يعملهاش، وسيبه يفكر، ما اقولوش خطوات. فالثينكينج مودلز التعامل معاها مختلف عن الجنرال بيربس مودلز، ما بتقولهاش بالظبط تعمل ايه، لان انت كده هتبقى يعني بوظت الفكره. لو انت قلت له يمشي على خطوات ايه، طب ما احنا ما عملناش حاجه، هو هيفكر في ايه؟ فده الفرق الرئيسي ما بين التو تايبس.